سلام، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم رجعت معاكم في وصفة جديدة اللي هي وصفة الكيك الياباني اللي شفناه عامل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. اكيد كلكم شهاكم، بصح خفتوا من انه ما يصلح لكمش. اليوم راح نعطيكم وصفة ناجحة 100% بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل. نبداو مع بعضنا مقادير الوصفة. وش نحتاجو نهار اليوم؟ نحتاجو كاس غير ربع فرينة، نحتاجو نص كاس سكر، واللي حبها شوي حليوة قادر يعمل كاس غير ربع سكر. نحتاجو 3 كاس حليب، وما نساوش الفانيليا ورشة الملح وربع كاس زيت. نبداو مع بعضنا تحضير الوصفة. نجيبو الفرينة تاعنا، نغليو هذاك الزيت حتى يسخن مليح ونصبوه على الفرينة تاعنا ونخلطو كلش مع بعضها. خلطوا مليح هذيك الفرينة مع زيت سخون حتى تحسوها بلي راهي تخلطت هذيك الكمية كاملة مع بعضها. من ثم نروحو نجيبو هذاك الحليب تاعنا، 3 كاس تاع الحليب نزيدوه للخليط تاع الفرينة والزيت، نزيدو نكملو نخلطوا المكونات الكل مع بعضها حتى تحسوها بلي راهي الفرينة والزيت والحليب ولاو رطب مبقاوش مكعبرين. نزيدو كمية ملاحة من الفاني ونخلطوا كل المكونات مع بعضها. بالنسبه لهنا انا درت لاباط اغون فاني، اللون تاعها هنا اصفر، تقدروا تعملوا حتى فاني بودر نورمال. ونروحوا في وعاء تاعنا الاخر نحاولوا نحيو نفسو الصفار على البياض، لانه البياض تاعنا راح نطلعوه كيما الميورينغ. نديرو هذوكم 3 بيضات تاعنا، نفصلوا منهم الصفار ونزيدوا لهم طبعا نص كاس تاعنا تاع السكر، وما نساوش القاصه تاع الملح، ونحطوهم يطلعوا ولا طلعوهم بالباتور. في كاس حطيت هذاك الصفار وخلطته شويه جوست بالفرشيطه، وتصبوه على الخليط تاعنا الاول تاع الفرينه والزيت والحليب. نخلطوا كل المكونات هذوكم مليح بسباتول، ونروحوا نضيفوا لهم هذاك البيض اللي طلعناه. لازم حتى شوف يكون طالع مليح، كي تقلبوا ما يسيحش، يعني يبقى هكا ملوح. نبداو نضيفوا في الكميه تاع بياض البيض تدريجيا، ونخلطوا من تحت الفوق كيما مولفين نعملوا في الجينواز. نخلطوا الكميه بالطرف عفوا تدريجيا، نبقاو كيما كيكه حتى نكملوا الكميه تاعنا كامله. لهنا كنت شعلت الكوشه تاعنا على 160 درجه، وجبت المول تاعي اللي غلفته بالبابي كويسون، تفرغوا فيه الكميه تاع الخليط تاعنا تاع البسكويت وتخلطوا مليح. وما تنساوش تملسوا هذاك السطح تاع البسكويت ملعقه تاع شا، تحكموا موف تاع شا جوست ملسوا بها من الفوق. وفي الاخير قبل ما تحطوه في الفرن، وهذه اهم مرحله في الكيك الياباني، نجيبوا صينيه معمره، مش معمره، فيها ماء، نحطوا فيها الماء ونحطوا فيها هذاك المول تاعنا كما موضح في الفيديو، ونحطوها في الفرن لمدة 20 دقيقة. وإذا حبيتوها شوي تحمروها تقدروا تخليوها حتى مدة نص ساعة، 30 دقيقة يعني. لهنا بعد ما دخلت العود تاع الشواء في الكيكة لقيتها بلي نشفت. بالنسبة لهذاك الثقب، راهو الثقب تاع ولدي جا حب يذوق فدخل يصبعو فيها عفوا. لهنايا بعد ما طابت وبردت شوية، شوفوا لي كيفاش تجي، راح تجي بونج برب. ان شاء الله كي تجربوها راح تفهموا النتيجه كيفاه راهي تكون. ان شاء الله نكونوا فدتكم بهذه الوصفه، وان شاء الله ملتقانا في وصفه جديده. ما تنساوش دعمنا في القناه بكومنتير وجيم. بالنسبه لهنا للكيكه اللي حاب يزينها اكيد يكون تزيين اختياري، تحبوا تاكلوها كيما هكا وسي راح يكون المذاق تاعها بنين. انا زينتها صراحه بشويه شوكولا من فوق وقدمتها. ان شاء الله نكون شهيدكم في الجنه يا ربي، وما تنسوناش بدعمكم جيم تعليق. سلام، ملتقانا في وصفه جديده ان شاء الله. سلام.